ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم في لقاء جديد على كبسولة بيزنس. أحب أتكلم النهاردة مع حضراتكم في حاجة مهمة جدا في الحياة ومسارات حياتنا اللي بنعيشها كل يوم، وبنرى فيها حاجات بتبقى كويسة بتفرحنا وحاجات بتحزننا. لازم الإنسان يعلم إن الصبر في أمور الحياة والحاجات اللي بتضايقك والعسر اللي انت بتشوفه ربنا بيجهزك لخير قادم. وده بالتجارب وبأمر الله سبحانه وتعالى في كتاب العزيز: وإنما يجزى الصابرين أجرهم بغير حساب. جاء قولا وفعلا وتجربة، لان انا بشوف ان في ناس قد تمر عليها ظروف صعبة وامور بتقفل عليهم حياتهم او تضايقهم، فتجعل من الحياة ليس لها معنى. لا، انا بقول لك صدقني، الطريق الاولى. انا بقى اتكلمت في المشكلة الكيس، اقول لك الحل. اهم حاجة الصلة والاقتراب من الله سبحانه وتعالى، لأن الإنسان خلق في كبد ومشقة. حتى آراء الناس اللي بتقول لك طب ليه الإنسان اتخلق في مشقة وفي تعب من الفلاسفة والكلام ده؟ الإنسان ليست الحياة كما تراها بعينيك إنها سهلة أو فيها من السهولة أو اليسر إنك تعدي بالخطوات، لأن لو كانت كده ما كانش ليها معنى في قيامك وفي قعودك وفي عملك، في ذهابك وإيابك، ما كانش هيبقى ليها معنى كبير. يعني حتى برضو الإنسان لما بيتعب عشان يوصل لحاجة يقول لك أنا لما وصلت حسيت بيها أكتر غير اللي جات له جاهزة في كل شيء في الدنيا. ويمكن ده مسببات أساسية لأي حد في إيده فرصة أيا كانت. خلي بالك منها كويس، وقدر قيمة الفرصة والفرج من ربنا سبحانه وتعالى. ما هو انت كنت فين؟ كنت في اوقات صعبة، في اوقات حزين. اشكر ربنا على نعمه وعلى كرمه اللا محدود. وانا كاسلام، يعني صاحب القناة دي، بقول لك على حاجة من عظمة الله سبحانه وتعالى. انا بحمد ربنا ان الواحد بيحرك ايده. شوف دي انت ممكن تراها ايه ده حاجة سهلة جدا، انت بتقول ايه ده ديت انت ما تعرفش دي ايه. واللي يعلمها واحد ايده كانت تعبان مش قادر يحركها بقاله فترة، وهكذا. او واحد رجله تعباه بقاله سنين، وهكذا. فيعرف نعمة الله سبحانه وتعالى في حياته وفي جسده وصحته وهكذا. فحتى انت لو جيت تنظر للحياة من منظور فلسفي وبالدنيا، ليه انت محتاج تصبر؟ ليه انت محتاج تبص في الحياة ان انت تبقى مجتهد وتكافح وهكذا؟ انت لو بصيت اصلا على الحاجة اللي انا بقولك عليها دي، الواحد يحمد ربنا انه بيحرك ايده، انت هتشوف ايه ده، هو ازاي الانسان ربنا امن عليه بنعمه وكرمه وخلق له ايده، وخلق له اعصاب، وخلق له عضلات، والعضلات بتحركها الاعصاب، فتيجي حركه كده فيجي يمسك حاجه فتيجي تخش. حتى بقى ده انا مره قرات كتاب في علم الاعصاب، الكتاب يعني انت تطلع منه يا عم هاتوا حد مش مؤمن هيقول لك يقرا كتاب ده يقول لك انا امنت بالله سبحانه وتعالى. ليه؟ المؤثرات العصبيه وكيف تنتقل، وازاي الاوردر بيجي من الدماغ. والحاجه بقى اللي انا برضو اكتشفتها من هذا الكتاب ده في علم الاعصاب، قال لك حاجه بسيطه قوي، ان في حاجه في جسم الانسان بتتم في العضلات. لو في مشكله في الاعصاب، العضلات تدي لك انذار بالوجع. يعني انت في واحد يقول لك انا ظهري واجعني بقالي كتير، دلاله ان العصب عندك فيه مشكله، فبيدي لك المؤثر ده عشان يبين لك ان انت عندك تعب في هذه المنطقه. وده دلاله برضو تانية، دلاله تانية ان ربنا سبحانه وتعالى، شوف من كرمه، هو انت تعبان
وبتعاني وضهرك وجعك، بس ايه الوجع جالك عشان انت تروح تكشف عند الدكتور، فتقول له العضلات وجعاني يا دكتور، وخدت حاجه تسكن الالم، فقال له لا، ده انت العصب مثلا مخنوق. وده في علم الاعصاب، من كتب الاعصاب بيقول لك ان الاعصاب لما بتبقى مخنوقه، او في حاجه ضغط عليها، او وتر ضاغط على العصب او حاجه زي كده مثلا، بتلاقي ان بيحدث وجع، فبيدي لك اشاره ان انت تقول انا تعبان، اروح اكشف انا ايه اللي فيا، فتروح لدكتور وهكذا. ده من جمال ربنا سبحانه وتعالى بالانسان، وحسن تدبيره في الكون وفي الانسان نفسه. يعني الانسان لو قعد مع نفسه يحصي نعم الله عليه، هيقول لك يا عم انا اتضايق ليه وازعل ليه؟ ما هو ربنا يفرج عليا ويكرمني، اذا كان هو خلقني واداني القدره على الحركه، قدر ان احرك ايدي وامشي واتحرك واخرج واروح هنا واروح هنا. دي نعمه من الله سبحانه وتعالى. دي محتاجه ان انت تستشعرها من جواك، تقعد كده تقول هو ايه النعم اللي ربنا ادهاني وفضلني بيها عن سائر المخلوقات، وربنا كرمني بيها عن العالم. ناهيك بقى يعني ايه لو احنا ركننا هذا الموضوع على جنب، عن العقل ذات نفسه. العقل والمخ والقدرة الاستيعابية، أو القدرة بتاعة العقل في استيعاب العلوم أو فهم العلوم، والذاكرة إزاي الذاكرة دي بتشتغل. سيبك من كده، أكلمك في حاجة مهمة قوي برضو، دي من نعم الله سبحانه وتعالى على الإنسان. ربنا خلق للإنسان ذاكرة مهما امتلأت بعد 80 سنة 90 سنة هتفضل فيها حيز من فراغ ان هي تقدر تستحمل تكتسب معلومات الى ما لا نهايه، وتكتسب وتكتسب وتكتسب. هتقولي طب ازاي الكلام ده؟ اقول لك ده هو القدرات الالهيه اللي ربنا سبحانه وتعالى اداها للانسان. اكرم الانسان ونعمه وجعله في احسن خلق. دي اصلا حاجه تخلي الانسان يبقى مبسوط بكرم ربنا. انت ربنا خلقك بقى في اجمل واحسن واقوم شيء، انت محتاج ايه تاني؟ محتاج ان انت ربنا سبحانه وتعالى ده تعبده وتحسن العباده، وان يكون بينك وبين الله قرب لا ينقطع. يعني احنا دلوقتي رمضان يشارف على الانتهاء، النهارده 27 28، هتلاقي نفسك وماذا بعد؟ ما هو انت مثلا قاعد بتصلي وعمال تروح تصلي التراويح وهكذا، طب وبعد كده فين؟ هذه هي الدنيا، هذه هي الدنيا. لعل يعني المسألة دي يا ريت الناس تتفكر في الكلام ده، وترى فيه لا انت في نعم ربنا كرمك بيها جدا، وفي نعمة جميلة قوي، نعمة ربنا اداها للإنسان، هي الحمد والشكر على نعم الله سبحانه وتعالى. فاحمد ربنا سبحانه وتعالى. والسلام عليكم.